يلا نتكلم عن بوتوكس الفنان عمر السعيد طالما ده اللي هيجيب معاكم. طيب، واضح انكم مش عايزين نظريات وتوقعات للاحداث الجايه وماضي شخصيه، لانكم بتفكروا ان النظريات دي حقائق جايبها من الكنترول، يعني هتحصل بالحرف، مع اني ما قلتش كده، لان انا قلت ان دي احداث من تاليفي، وبقول كده من اول ما فتحنا القناه من شهر 2 اللي قبل اللي فات. كل الحكايه اني بحط نفسي مكان كاتب المسلسل او الفيلم، وحيث كده حلقه النهارده هتكون نظريه برضه، لاني بعمل اللي في دماغي، انت عارف. هكلمك النهارده عن مسلسل افراج، هنلخص الاحداث ونقول نظريات بسيطه للحلقات النهائيه بشكل تحليلي مختصر. بس في البداية اعمل لايك وشير وسبسكرايب وفعل الجرس علشان تشوف حلقات تانية في المستقبل ان شاء الله. ويلا بينا نبدأ. مسلسل افراج بيحكي عن عباس الرئيس اللي خرج من السجن بعد 12 سنة بعد ما قتل مراته وبناته تحت تأثير المخدرات، والمخدرات هي اللي خففت عليه الحكم لانه ما كانش واعي، وعاش بذنبهم في السجن 12 سنة. ولما بيخرج بنكتشف ان في ناس كتير متورطين في قضيته، اولهم اخوه عوف ومرات اخوه. مرات عوف لعبت في دماغ عوف علشان يلعب في دماغ عباس ويقول له ان مراته بتخونه، ويحط له كمين في العصير فيروح عباس يعمل جريمة. وبعدها بنكتشف ان اللي لعب في دماغ مرات عوف علشان تلعب في دماغ عوف علشان يلعب في دماغ عباس هو شارون اللي امر عوف ومراته بده. وبنعرف ان شارون ده هو كمان ملعوب في دماغه من الرئيس الكبير بتاعه اللي هو مين بالظبط؟ شداد الرئيس ابن عم عباس. يعني كده شداد لعب في دماغ شارون، وشارون لعب في دماغ مرات عوف، ومرات عوف لعبت في دماغ عوف، وعوف لعب في دماغ عباس. بس بنكتشف بعدين ان عباس ما قتلش مراته بنفسه. بعد ما بيطلع عباس من السجن بيبدأ يطارد عوف وبيوصل له علشان يسأله ليه وزه يعمل كده وليه لعب في دماغه وخدره. فبيقرر عوف يعمل حركة جدعنة ويقول قدام الناس ان عباس ما قتلش مراته وبناته، ويقول عوف انا اللي قتلتهم. وبيروح يسلم نفسه ويتبرع عباس بعد سجن 12 سنة، وياخد عوف حكم اعدام، ويرجع عباس شغله كموظف في قرية البضايع برضه زي ما قلنا كده عن ابو عادل من مسلسل عين سحرية. وبالمناسبة انا اقسم لك بالله لا سرقت فكرة موظف الجمارك اللي بيرفض الرشوة وبيبلغ عن اللي بيرشوه فبيلبسوه قضية، ولا اصلا كنت وصلت للنقطة دي من مسلسل افراج، ولا كنت اعرف اصلا ان مسلسل افراج بيعرض الحتة دي. فلما طبقتها كنظرية في مسلسل عين سحرية كانت من راسي تماما بفضل الله، ويا ريتكم قدرتوها. وحلقة عين سحرية بالمناسبة تقدروا تشوفوها من الاي اللي فوق او من الوصف. المهم، عباس الرئيس بعد ما عوف اخوه بيتعدم بيسيب له جواب بيستلمه مع متعلقاته الشخصية، بيقول له فيه ان مش هو اللي قتل مراته وبناته، انما شارون هو اللي طلب منه يحط له المخدرات. ولما عوف راح يراقب لقى حد مقنع بيقتل مرات عباس وبناته، انما عباس كل اللي عمله انه دخل الشقة وهو مش واعي تماما من المخدرات واغمى عليه. وبيستنتج عباس ان شارون ده تبع عصابة تهريب العملة اللي كانوا عايزين يرشوه زمان علشان يعدلهم البضايع من المطار. ورفض عباس وقتها الرشوة وكان هيشهد عليهم في المحكمة، فبيقرروا يلفقوا له قضية شرف عن طريق تشكيكه في نسب بناته وشرف مراته، ويسطلوه فيرجع البيت يلاقيهم مقتولين ويلبس تهمتهم، وتبقى سمعة العيلة كلها اتضربت وما يشهدش ضدهم ويتحبس. وبنكتشف ان كبير العصابة دي من البداية هو شداد الرئيس ابن عم عباس. والنظرية طبعا بتقول ان شداد هو الشخص المقنع اللي موت بنات ومرات عباس. وهنا نيجي لتفسير تصرف شداد. اللي عمله شداد ده لو كان هو اللي قتلهم فعلا هو مش اضطرار لتحقيق المصلحة او علشان يحافظ على تجارته من شهادة عباس في المحكمة، انما النظرية بتقول ان اللي كان بيسوق شداد هو الحقد والغل. رغم ان شداد كان عنده الفلوس بس ما كانش عنده الخلفة، ما كانش عنده عيال وما كانش محبوب قد ما عباس محبوب من صغره والناس مستجدعاه. فبالتالي لما يقتل شداد مرات وعيال عباس هو بيحول عباس لنسخة منه، بل اقل منه كمان، لانه اخذ منه الاسرة وهو كده كده اقل منه في الفلوس. فيحس شداد بالافضليه في الناحيتين، فهو كده انتقم وحس انه احسن منه. ومش بس كده، وكمان اخد ابن عباس الرضيع رباه. وده الهدف الثالث اللي كان طمعان فيه شداد، انه كمان حط نفسه مكان عباس في الابوه، يعني نحل وبر عباس واخد حتى حب ابنه ليه. وطبعا شداد منافق ولابس وش الشخص الطيب من تحت لتحت مع عباس، والكلام ده من يوم خروجه من السجن، وبيدبر انه يستغله تاني في شغله من جديد في العمليه اللي بعدها هيبطل تزوير عمله. وده لان سمه شداد هي الطمع في كل حاجه زي ابوه، وده اللي زرعه فيه ابوه عليان من البدايه، ان لو الناس شايفاه وحش يبقى وحش في كله. فطور شداد السمه دي وبقى طماع في الشر والاذى والحقد، وحتى الحنيه المزيفه بقى يبالغ فيها، يعني بياخد كل حاجه من كل حاجه. وبنشوف لمحات من تاريخ وساخه عليان ابو شداد وعم عباس، وانه كان متجوز ام عباس بالعافيه بعد موت ابوه، وكان مشارك ابوه وواكل فلوسه. والنظريه بتقول انه غالبا كده موته بحسرته بعد ما اكل فلوسه. وكمان بنعرف مع الاحداث ان يونس جوز اخت عباس بياخد فلوس من شداد علشان يحطها في الدولاب عند عباس علشان يلبسه قضيه رشوه او يهددوا بيها بعدين. وده يفتح لنا باب نظريه مضاده لفكره ان شداد هو اللي قتل مرات وبنات عباس. انما النظريه المضاده بتقول ان يونس هو اللي قتل مرات وبنات عباس اللي هي اخت يونس
وبناته، ولكنها نظريه ضعيفه. تبريرها الوحيد هو بروده ناحيه موت اخته وبناتها، وتعامله العادي مع مراته اللي هي اخت عباس، اللي هو المفروض عباس موت اختك وانت واخد اخته ومكمل معاها جواز لمده 12 سنه، 12 سنه والتهمه مثبوته على عباس وهو في السجن. فقول لي انت تعتقد مين اللي نفذ الجريمه بايده؟ هل هو شداد ولا يونس؟ وطبعا مش محتاج اقول لك ان النظريه بتقول ان عباس هيكتشف ان شداد هو السبب في كل ده، وشداد علشان يحمي نفسه هيهدد بقتل ابن عباس اللي هو اكتر حاجه حبها شداد اصلا. بس هو عنده ابن دلوقتي اوريدي خلفه من اخت عباس، فما بقاش محتاج علي ابن عباس في حاجه لانه بقى معاه ابن اصلي مش ابن مزيف. فهيقرر شداد يضحي بعلي ابن عباس علشان ينقذ نفسه، وكمان هيهدد باخت عباس كمان لانه خلاص خلف منها وما بقاش ليها لازمه. وطبعا عباس هياخد حقه وينقذ ما يمكن انقاذه، بس قطعا هيخسر حد تاني، اما اخته او ابنه او امه اللي عامله نفس الدور في مسلسل عين سحريه برضه. ولكن في النهايه هيقتل شداد وهيتحبس تاني، ولكن فترة قصيرة وهيتم إثبات براءته للمرة التانية. ولكن في نظرية تانية أنا نفسي بفضلها، وهي إن مساومة شداد لعباس وتهديده بقتل ابنه أثناءها هيندفع الطفل علي بحركة عشوائية مش محسوبة ويموت شداد، سواء بقى هيغزه بحاجة أو هياخد منه المسدس من جيبه ويضربه، ودي هتكون ألطف لأن الانتقام هيكون من الطرف المستبعد تماما زي ما اتعملت كده في نهاية فيلم السادة الأفاضل. تقدر تشوف الحلقة اللي اتكلمنا عنه فيها من الآي اللي فوق أو من الوصف. مسلسل إفراج بيقدم عنصر جذب بيشدني أنا شخصيا، وهو فكرة مصير البطل اللي اتعرض لمصيبة كبيرة قوي بعد ما المصيبة خلصت، وهيتعامل ازاي مع تبعاتها. زي كده انك تقدم حياة البنت اللي اتعرضت للخطف وهي صغيرة وازاي اتخطت الحادثة، او تقدم حياة حد نجا من مطاردة كانت بتهدد حياته زمان، او حد اتعرض لحادثة هزت اسمه وحب الناس ليه وازاي بيكمل وبيتعامل مع ده. بس يا ريتها كانت كملت لحد هنا. كنت هكون مبسوط جدا لو كان عباس الريس هو القاتل الحقيقي واخد جزاؤه وطلع، ونشوف ازاي سلوكياته بتتغير بعد ما اعترف وتاب وبقى انسان جديد، او حتى شربوه واجبروه وهو اللي ارتكبها برضه بنفسه، بس كان هيكون صراع الذنب هنا هيغذي القصة اكتر. في نقطة السلبيات عاوز بس الوم على مسألة انهم بيتشدقوا طول الوقت باجزاء من ايات القرآن وفاكرينها لعبة ولا سلوجانز من بتاعة مصطفى شعبان. القرآن ليه احترام، ما ينفعش اذكره عمال على بطال قال يعني الشخصية مدعية التدين وعمال على بطال بتذكر اجزاء من الايات، وما ينفعش يتذكروا في موسيقى تصويرية في الخلفية. كفاية فجر، ناهيك عن افوارة الفنان محسن منصور من ايام مسرحية حكيم عيون لحد دلوقتي، وانجذاب طارق عماد لعباس من تاني حلقة من اول ما شافت التاني اللي هو عامله، ناهيك عن انها اصغر منه بكتير باين. اما لو جينا لنقطة النظريات فانت لازم تتقبل فكرة ان النظرية مش كلام مقدس ولا نبوءات هتحصل. فتح مخك. كان في حد ربنا يحفظه حتى وضح لي ان فكرة النظريات دي موجودة في كتب ومدارس النقد السينمائي والفني، يعني انا ما اخترعتهاش من العدم، وكان اسمها المدرسة التأويلية. بالمناسبة هسيب لكم قناة الشخص ده تحت في الوصف. وبالمناسبة في نظريات كتير من اللي عملتها في حلقات رمضان تم اثباتها بفضل الله وحصلت في الحلقات اللي بعدها، زي ما اتكلمنا مثلا في مسلسل عين سحرية ان ابو عادل بريء وطلعت صح حتى لو الباقي طلع غلط، واتكلمنا ان شهاب الصفطاوي كان متدرب عند زكي غانم في المكتب وحب يثبت قدراته عليه وينتقم منه فحبسه 20 سنة وطلعت صح، واتكلمنا ان شهاب الصفطاوي لفق له قضية مخدرات وطلعت صح، وفي المداح اتكلمنا عن ان الاطفال اللي بيجمعهم سميح هيستخدمهم كقرابين لاخراج سيده وطلعت صح، واتكلمنا عن ان ام صابر اللي ظهرت له مش انسانة وبنسبة كبيرة جدا طلعت مش انسانة، وامه الحقيقية غالبا هتظهر في اخر الحلقات او هتطلع ميتة. فالحمد لله يعني انا مش طالع بهلوس. نقطة بقى ملهاش علاقة بالموضوع، عاوز اقول لك كمان ان مشاهير السوشيال ميديا ما ينفعوش يطلعوا في التلفزيون تحديدا كممثلين. اصل اللي محدود في سكتش اكتشفنا ان الفرص اللي بينادي بيها طول الوقت بيهدرها وبيطلع يطبق نفس السكتشات بتاعته على الشاشة. شفنا مخرج وممثلين اهو لا جديد يذكر. اتمنى من ربنا ان لو جات لي فرصة في التأليف ما اجيبش العيد زيهم. هو مش ده اللي طلع قبل كده وقعد يبرر الحاجات اللا اخلاقية ويتكلم عن الحريات في سبيل الفن علشان اشتغل مع العدل جروب وعلشان ياخد فرصة اللي خدها النهارده؟ او خيش ربنا يسترها على الجيار والله. وفي النهايه لو عجبتك الحلقه اعمل لايك وشير وسبسكرايب وفعل الجرس، ولو ما عجبتكش عادي، ولو عملت كومنت سخيف هرد عليك بالاسخف، ولو احتجت اعلانات بالذكاء الاصطناعي عندك في الوصف صفحه الفيسبوك وواتساب الشغل، وعندك اكونتاتي الشخصيه لو حبيت نتواصل بشكل شخصي. وسلام.